النهاردة بقى هنعمل تورتاية سهلة جدا وبسيطة في التزيين، هنعملها من الألف للياء. كل حاجة في التورتة هنعملها، وهقولك المقادير المظبوطة للسبونج البيتي والجاهز. هنعملها بالفانيليا، وهنعمل لها حشوة بقى طعمها خطير جدا، اقتصادية، ومن ربع كيلو كريم شانتيه هنزين التورتاية دي كلها. هقولك الوردات دي برضو تعمليها ازاي وتطلع معاكي بشكل طبيعي وتبقى شكلها حلو جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبك وهتبقى بسيطة جدا. بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. اول حاجة هبدأ بيها الكريم شانتيه. عندي هنا الكريم شانتيه عندي خام، حطيت كوباية من المية المتلجة ولازم تكون متلجة. هحط عليها نص كوباية من السكر، لكن لو الكريمة عندك مسكرة مش هتحطي سكر خالص. بعد كده هحط كوباية ونص من الكريم شانتيه. طبعا المية انا بنزل بكوباية بس الاول، وبعد كده لو حبيت ازود هزود. الكريمة بقى انا بحب اجيبها من مستلزمات الحلواني، ما بحبش اجيبها من العطار، لان العطار بيبقى البهارات عنده بتبقى طبعا ريحتها نفاذة، وبتبقى ممكن تبقى طعمها موجود في الكريمة، فيستحسن ان احنا نجيبها من اي واحد بتاع مستلزمات حلويات. ببتدي اضرب الكريمة كده كويس جدا، ولو حسيت ان هي عايزة مية تاني ببتدي ازود. فنبدأ كده بكمية مية تكون قليلة الاول، وهضرب تاني، ولو عايزت هحط تاني مية. ببتدي اضرب بالمضرب بقى لحد ما احس ان سمكها حلو جدا، ما تبقاش تقيله قوي وما تبقاش خفيفه، تبقى بالسمك كده زي كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه طبعا السكر البودر اللي انتوا هتحطوه لازم يبقى منخول، عشان ما يبقاش عامل حبيبات كده في الكريم شانتيه، مش هتبقى حلوه لما تيجي تزيني بيها، مش هتبقى حلوه. بصوا السمك ده حلو جدا للتزيين، احنا مش عايزينها خفيفه علشان لما نيجي نعمل التورته تبقى ماسكه عليها ومتماسكه وتقعد مده كبيره متماسكه على الكيك. هشيلها بقى في التلاجة وبعد كده نرجع نزين بيها. تاني حاجة هعملها، هعمل حشوة طعمها حلو قوي للكيك من جوه. عندي هنا كوباية من الحليب، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة مليانة من النشا، وما نزودش اكتر من كده. عندي هنا نص معلقة صغيرة فانيليا. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض. يعني هي المهلبية بتديها طعم حلو قوي، وهقولك نحطها ازاي في الكيك من جوه ومش هتبقى باينه خالص، يعني هي مش هتبقى باينه اصلا ان هي مهلبيه، بس لما تيجي تدوقيها مع الكيك هتخلي الكيك من جوه طري جدا وهتخلي طعمه حلو قوي. بفضل اقلب على النار كده، وتبقى نار هاديه لحد ما توصل للمرحله دي كده، تبقى كريمي معايا كده تمام جدا، مش عايزه اكتر من كده. هحطها بقى عندي هنا بولة، هحطها في بولة واسيبها تبرد شوية، لان انا ما ينفعش استخدمها وهي سخنة كده، فلازم اسيبها تبرد. زي ما انتوا شايفين الكمية مش كبيرة قوي، لكن انا عاملة كمية مظبوطة على قد الحشو من جوه، يعني دي على قد الحشوة بتاعة التورتة. لو انتوا عاملين تورتاية كبيرة شوية بتزودوا طبعا الكمية. بعد كده بغطيها كده بالاسترتش راب علشان ما تعملش قشرة كده من فوق، مش هتبقى حلوة. بغطيها كده كويس جدا وبسيبها في التلاجة تسقع معايا، يعني تبرد الاول بره، وبعد كده بدخلها في التلاجة او في الفريزر لو انتي مستعجلة عليها. انا بحب اجهز كل الحاجات دي الاول قبل ما ابتدي في السبونج. مقادير السبونج بقى عندي انا، السبونج اللي انا هعمله اللي هو السبونج الجاهز. عندي هنا 5 بيضات وتكون بدرجة حرارة المطبخ، والبيض يكون كده حجمه كبير. عندي نص كيلو من السبونج الجاهز اللي هو بالفانيليا. لو انت هتعمليها بالكاكاو بتقولي له عايزة اللي هو السبونج بالكاكاو. عندي هنا معلقة صغيرة وتكون مليانة من محسن الكيك. اصلا السبونج الجاهز مش بيبقى محتاج محسن كيك، بس انا بحطه احتياطي علشان تبقى الكيكة هشة وتبقى حلوة جدا وناجحة معايا. حطيت هنا نص كوباية من المية المتلجة، يعني 100 ملي من المية، ولازم تكون متلجة.
طبعا السبونج بيتعمل بالعجان احسن، يعني بيدي نتيجة افضل، بس لو مش متوفر عندنا وعندنا مضرب كهربائي بنشتغل بيه عادي وبنضرب وقت كبير. بضرب طبعا السبونج ده على اعلى سرعة عندي لمدة 7 دقايق 8 دقايق لحد ما تعمل زي ما انتوا شايفين كده اللون بتاعها يبقى فاتح والحجم بتاعها يتضاعف بالمنظر ده كده. كده خلاص السبونج جاهز معايا وانا مش محتاجة اضربه اكتر من كده. يبقى بنضربه 7 دقايق او 8 دقايق. عندي هنا صاج مقاسه 30 في 40. بحط طبعا ورقة زبدة من تحت وببتدي انزل كل السبونج فيه واوزعه بقى بالتساوي. واحنا شغالين كده هقول لكم السبونج اللي انت بتعمليه في البيت لو انت مش متوفر عندك السبونج الجاهز. مقاديره برضو سهلة جدا وبسيطة هقولك عليها كده واحنا شغالين. ببتدي اوزع السبونج كده بالتساوي ونخلي بالنا كويس جدا ما تبقاش في حتة مرتفعة فيها عجينة اكبر من حتة تانية. لازم اعملها بالتساوي علشان ما تطلعش عندك حتة مرتفعة وحتة لا. فبوزعها كده كويس جدا. واي سكرابر كده موجودة عندك او اي حاجة تعرفي تشتغلي بيها افضل اسويها كده عشان اخليها مظبوطة. عايزة اقولك على معلومة كده ان محسن الكيك احنا بنحطه في الاسبونج لازم يكون جل. لازم يكون لونه شفاف مش ابيض، الابيض هيبوظ لك الكيك. فتخلي بالك ان هو يكون لونه شفاف. بمسح كده كل الزوايد وبعد كده هدخلها على فرن يكون مفتوح مسبقا على درجة حرارة 180 او 170. ما بتاخدش وقت خالص. اول ما وشها كده بياخد لون ذهبي بسيط جدا ببتدي اطلعها، لان انت لو سبتيها كتير في الفرن هتنشف معاكي والاطراف كلها هتنشف وممكن تنشف كمان من جوه. فنخلي بالنا كويس جدا. بغطيها بقى بورق زبدة زي كده وهي سخنة علشان الوش بتاع الكيك زي ما انتوا شايفين يطلع كده في ورق الزبدة، لانه طبعا بيبقى فاول ما تكون سخنة ببتدي احط ورق الزبدة عليها واسيبها تبرد تماما. ومجرد ما هتشيلي هتلاقي الوش ده اتشال، وحتى لو في اي حاجة ما اتشالتش بايديكي هتتشال بكل سهولة. بعد كده قلبتها الناحية التانية هبتدي الزبدة بيتشال بكل سهولة. عندي هنا غطا او اي قطاعة عندك المقاس اللي انت تفضليه. انا بعمل كده علامة في الكيك بالشكل ده. هقطعها على 4 دواير كده لان انا مش عايزة حجمها كبير قوي. الحجم ده بالنسبة لي كده مظبوط جدا. حددتها كده بالشكل ده وهجيب بايديا كده من تحت هتطلع معاكي بكل سهولة بالشكل ده كده. بصوا تحفة جدا وطرية وريحتها بقى حلوة قوي. عملت منها 4 طبقات لان هي مش مرتفعة عندي قوي، لكن هي لو مرتفعة عندك يعني انت لو عملتيها في الصواني بتاعت الاسبونج وطلعت معاكي مرتفعة لما تيجي تقطعيها تعملي منها 3 بس. لو انت عايزاها مرتفعة اكتر من كده بتعملي 4. عندي هنا المهلبية بعد ما سقعت معايا بجيب المضرب كده واضربها كويس عشان تبقى كريمي معايا بالشكل ده. طبعا انا مش هحطها كده على الكيك، انا هاخد كده شوية من الكريم شانتيه عليها عشان ما تبقاش باينة خالص ان هي مهلبية. بس عايزة اقولك ان هي بتطري الكيك من جوه جدا وبتديله طعم تحفة غير الكريمة خالص. فجربي الحشوة دي هتديكي طعم حلو قوي. بصوا بعد ما ضربتها مع الكريم شانتيه هي كأنها كريم شانتيه بالظبط. عندي بقى هنا الاعداد بتاعه التورت. ممكن رقيقه كده بتبقى سمكها مش عاليه، وفي اعداد بتبقى عاليه يعني المتوفر عندك. بحط كده شويه من الكريمه وبعد كده بحط الكيك. طبعا الكيكه علشان تبقى جوسي معاكي من جوه وتبقى طريه وما تبقاش ناشفه بنجيب كده ممكن تحطي حليب على سكر وتبتدي تسقي بيها الكيك.
بس انا هنا ما حطيتش حليب، انا حطيت ميه وسكر عادي، يعني مش شرط ان احنا نحط حليب. وابتدي اسقي كده بيها الكيك علشان تبقى طريه جدا من جوه، وتلاقي الكيك مش ناشف وبيدي طعم حلو قوي. ابدا كده بقى اوزع الكريمه بالتساوي كده، ونخلي بالنا كده ما تبقاش في حته مرتفعه وحته لا، علشان لما تيجي تحطي الكيك فوق بعضه تبقى مظبوطه، يعني تبقى متساويه. ممكن تحطي طبعا طبقه الكيك بالشكل ده، وتجيبي اي اللي هي الاعوده الخشبيه دي، وتبتدي برضو تعملي لها فتحات صغيره كده، هتلاقي برضو اتسقت معاكي بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده الحشوه دي يا جماعه طعمها حلو قوي. لو هتعملي زي ما قلتلك حجم اكتر من كده، بتكتري الحشوة شوية علشان ما تاخدش من الكريمة معاكي كتير، يعني تخلي الكريمة للتزيين من بره. الشوية بقى اللي فاضوا معايا هبتدي احطهم كده على الكيك من بره، يعني طبقة خفيفة جدا، لان انا ما بزينش في المرحلة دي خالص. انا بحب احط الاول سواء فاض معايا من الحشوة دي او كريمة عادية، بعمل طبقة رقيقة جدا جدا، يعني الكيك كده يبقى باين منها، واخليها كده بالتساوي. وبعد كده بدخلها التلاجة تمسك نفسها الاول، والكيك والكريمة تمسك عليها. بعد كده برجع ازينها تاني. يبقى اول حاجة بعملها بالشكل ده واسيبها في التلاجة تجمد معايا، علشان لما تيجي تزينيها الكريمة تبقى مظبوطة معاكي في التزيين. عندي بقى هنا الكريم شانتيه اللي عندي، هاخد كمية كبيرة لونها ابيض بالشكل ده كده للتزيين العادي من بره، وهاخد شوية من الكريمة زي ما انتوا شايفين قليلين كده، هعملها لون كده اللي هو الوردات اللي انتوا شفتوه. دلوقتي بقى علشان اعمل الكريمه باللون الاحمر، ما ينفعش احط اللون الاحمر كده على الكريمه على طول، هتديكي لون بينك، وكل ما تزودي اللون هيبقى غامق، يعني هيبقى بينك برضو مش هيبقى احمر ابدا. فبنعمل ايه؟ بنجيب معلقه صغيره مليانه كده من الكاكاو الخام، وابتدي اقلبها في الكريمه الاول، فهيبقى لونها بني بالشكل ده. بعد كده ابتدي احط اللون الاحمر على طول، هيديني لون احمر. عايزه تخليه احمر فاتح، كل ما تحسي ان انت عايزه تغمقيه شويه بتبتدي تحطي لون تاني لحد ما يوصل للقوام ده ويبقى بالدرجه دي. الالوان دي عشان تظبطيها بيبقى ليها شويه حاجات كده بنعملها عشان تطلع اللون اللي انت عايزاه. هحط الكريمه في التلاجة وبعد كده هستخدمها. هنا عندي التورته بعد ما جمدت معايا شويه، هبتدي بقى احط الكريمه اللي انا هزين بيها من فوق. هبتدي اوزعها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وطبعا لما بحطها في كيس حلواني بيبقى اسهل عليا بكتير، يعني بعرف اوزع الكريمه كده بالتساوي وبتبقى قد بعضها. فانت زينيها او قفلي التورته بالطريقه اللي انت تحبيها، بس الطريقه دي سهله جدا. بعد كده بالسكرابر بقى ببتدي اوزع الكريمه كده بالتساوي. بيبقى جنبي كده طبق بيبقى فيه ميه سخنه، ببتدي احط فيه السكرابر وانشفها من الميه، وابتدي اسوي الكيك. هيطلع معاكي بالشكل ده، هتاخد معاكي وقت شويه لحد ما تظبطيها. عشان اعمل بقى الشكل اللي انتوا شفتوه بقى في التورته، ببتدي اجيب ورقه فويل واعملها زي الورقه كده، بكرمشها كده زي بالشكل ده، بطبقها يعني. وببتدي والكريمه بتكون لسه مش ساقعه معايا او مجمده، ببتدي بقى اعمل بالشكل ده كده عليها، هتديكي المنظر ده. يعني دي للمبتدئين حلوه جدا، واللي ما بيعرفش يقفل الكيك من بره حلو، مش هتأثر خالص ومش مش هيبان اي حاجه فيها. علشان نعمل الوردة بقى وتطلع معانا مظبوطة ويبقى شكلها حلو وكأنها طبيعية، التب اللي انا وريتها لكم دي السن بتاعها من تحت هو ده اللي انا بخليه من تحت، بيبقى هو كده السن بيبقى مسحوب كده لتحت، بخليه من تحت. وعندي هنا كيس بقى بقلبه كده من على القاعدة بتاعته، وابتدي بقى اعمل كده زي ما انتوا شايفين زي خطوط كده، يعني فوق بعضها في الجنب كده الاول بالشكل ده. هي في الاول هتبقى صعبة شوية عليكم، لكن لما تعمليها كذا مرة هتلاقيها سهلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بتطلع شكلها طبيعي جدا. نعمل كمان واحدة عشان تشوفوا برضو اتعملت ازاي. بصوا بعمل الاول كده شوية كريمة كده، وبعد كده بصوا باخد بسحب كده من يعني من تحت كده لبره، من جوه لبره بالشكل ده كده.
طبعا لو اول مرة حد هيعملها مش هتظبط معاه، لازم يعملها كذا مرة علشان تطلع مظبوطة معاه. طبعا عايزاها صغيرة، عايزاها كبيرة، وفي طبعا اشكال كتيرة من الورد، يعني هبقى اعمل لكم منه بعد كده. بس الوردة دي بيبقى شكلها حلو قوي في التورت، انا بحب الشكل ده جدا. طبعا ما ينفعش نشيلها كده على طول ونحطها على التورته. انا بحب الاول احطها في الفريزر تجمد معايا، وبعد كده يعني تمسك نفسها كده الكريمه عشان اعرف اشيلها على طول من الكيس. بظبط كده الورده من تحت عشان اخليها متساويه. بصوا شكلها طبيعي جدا، وطبعا في ايدك ان انت تكبريها او تصغريها. احطها بقى في الفريزر، اسيبها تجمد كده شويه لمده 10 دقايق، وبعد كده هطلعها. شكلها تحفه جدا. بصوا شكلها حلو جدا. اللي احنا عملناها بالورق الفويل مخلي شكل التورته حلو قوي. بعد كده هاخد بقى بقيه اللون الاحمر، انا عملت وردتين بس، لو عايزه تزودي اكتر من كده براحتك. بعد كده بعمل صف كده من تحت، يعني بالتب اللي هي المدوره دي، ببتدي اعمل كده زي دواير كده صغيره عشان اخلي برضو شكلها حلو. بصوا تزيين بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه خالص. الورده بقى بعد ما سقعت معايا كده في الفريزر شويه، طبعا هعرف اطلعها بكل سهوله، مش هتبوظ معايا. بجيب كده سكينه، او لو عندك مقص يعني اي حاجه تعرفي تشيلي بيها، بس السكينه سهله جدا يعني. باخدها كده من تحت، وبسكينه تانية ببتدي اشيلها. لو انت سبتيها الكريمه مش ساقعه معاكي، الورده شكلها هيبوظ ومش هيديكي الشكل المظبوط ده، فلازم نجمدها شويه. هحطهم كده جنب بعض. بصوا شكلها حلو قوي، يعني كأنها وردة طبيعية، مش هتبان خالص ان هي معمولة بالكريمة. عملت واحدة كبيرة شوية واللي جنبها صغير، ودول شوية الكريمة البيضة اللي فضلوا معايا. حطيت في التب دي، هستخدمها برضو، بتدي شكل حلو قوي برضو في التورت. هبتدي اعمل كده اشكال، بس ما زودش قوي يعني عشان ما تبقاش مبهرجة معايا، يعني نخلي بس التزيين كده بسيط. وبرضو اللون الاحمر كده برضو هبتدي اوزعه كده، يعني التزيين بتاعها بسيط جدا، سهلة ومش هتاخد منك وقت خالص. الوردات دي علشان تظبط معاكي هتاخد معاكي وقت، يعني جربي مرة واتنين كده الاول، وبعد كده ابتدي اعمليها، مش من اول مرة هتظبط معاكي. عندي هنا بقى ورق نعناع، انا كنت ممكن اعملها بالكريمة بس حسيتها الورقة النعناع الطبيعية هتبقى احلى، شكلها هيبقى احلى. ببتدي برضو اوزعها بالشكل اللي انت تحبيه، عايزة تحطيها على التورتة كلها، عايزة تعملي نصها بس عند الورد، يعني التزيين ده يرجع لك انت. زي ما انتوا شايفين التزيين بسيط جدا وللمبتدئين سهل قوي، هتطلع معاكي مظبوطة. الوردات دي لازم تجربيها مرة واتنين علشان تظبط معاكي، وان شاء الله هتبقى سهلة جدا. يعني انا من اول مرة كنت بعملها ما كانتش بتظبط معايا، جربتها مرة واتنين لحد ما بقت تظبط معايا وتطلع بالشكل ده. المقادير هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، في صندوق الوصف هكتب لكم الاسبونج البيتي والاسبونج الجاهز، علشان اللي مش متوفر عنده الاسبونج الجاهز. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوا التزيين وتقولوا لي رأيكم ايه. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.